وحشتوني قوي. انا ما بعملش اي فيديوهات اليومين دول لاني مش عارفه اعمل حاجه. اول مره احس ان انا مش عارفه اعمل حاجه. حتى لما جيت اكتب قصيده لماما مش عارفه اكتب لها حاجه. حاسه ان الكلام بيجي عند حته معينه ويقف، والاقي نفسي بعيط ومش عارفه اجيب كلام منين عشان يعبر. حاسه ان كل الكلام الدنيا كلها مش هيعبر، ومش هعرف مهما كتبت ومهما جبت كلمات. مش هو ده اللي جوايا، ومش هو ده اللي انا عايزه اقوله. فانا مش عارفه اكتب حاجه. اول مره احس ان انا فعلا قلمي ضعيف، قلمي عاجز عن التعبير. انا بشكر كل اللي وقف جنبي في المحنه دي. كل واحد دخل عزاني، كل واحد دخل صبرني بكلمتين، كل واحد طبطب عليا بجمله وبدعوه. بشكركم من كل قلبي. انتوا ناس محترمه قوي، وناس اصيله قوي، وناس بتفهم وبتحس وعندها مشاعر، وناس فعلا انا فخوره ان انتوا موجودين عندي على الصفحه، مع اني معرفكمش شخصيا وانتوا ما تعرفونيش شخصيا برضو، ومع اني ما تقابلناش ولا شفنا بعض ولا نعرف بعض، بس انتوا فعلا ناس احسن من ناس كتير قوي في حياتي، واحسن من ناس كتير قوي اعرفها شخصيا، واحسن من ناس كتير قوي مش هعرف اقول ايه يعني، بس انتوا اكيد عارفين. يعني الغريب ساعات بيبقى احسن من 1000 واحد عشرة عمر. ساعات واحد تشوفه لأول مرة تحس ان هو احسن من 1000 واحد يكون متربي معاك، يكون عايش معاك من صغرك. فانا بشكركم وعايزه اقول لكم حاجه. في ناس كتير طلبت مني قصيده عشان ماما، انا مش عارفه اعمل.